كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. يلا بقى نعمل مع بعض القطايف من غير ما نقليها في الزيت ولا أي حاجة خالص، هنعملها بطريقة سهلة وخفيفة جدًا جدًا في الفرن. هتجيبي القطايف هتحشيها بأي حشوة أنتِ عايزة تحشيها بيها، وهتجيبي معلقة سمنة ومعلقة زيت، بس مش هنستخدم أكتر من كده، وكمان مش هنستخدمهم كلهم، وبالفرشة. وهتمسكي بقى كده القطايف وتمسكيها بالفرشة، يا دوب كل واحدة تمسحيها بس كده بالفرشة، وهتدخليها تحت الشواية. هتطلع معاكِ حلوة جدًا جدًا ولونها دهبي ومقرمشة وحلوة أوي أوي. جربوها يا جماعة بالطريقة دي، فعلًا تستاهل التجربة، وخفيفة أحسن بكتير من اللي بتتقلى في الزيت، بتشرب كمية زيت كتيرة وبتبقى تقيلة ومش صحية كمان. جربوها بالطريقة دي حلوة أوي، ولو عجبتكم يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك وتشتركوا لي في القناة عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين يا رب، وربنا يا رب يتمم عليكم كل الأيام بالخير والبركة يا رب يا رب، ويملى كل البيوت بالخير والبركة. كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.